إمم. ده تقريبًا أحلى شاي كرك شربته في حياتي، السر الوحيد اللي هيطلّع معاكم أضبط شاي كرك ممكن تشربوه أو شربتوه في الخليج، ده مش إعلان لإن هُم أكيد ما يعرفوش إن أنا موجودة في الوجود يعني، اللبن ده خطير، خطير، خطير يا جماعة، بس طبعًا هو overpriced صناعة هولندية وده 170 جرام 90 جنيه، شُفت recipes كتير بيعملوه في البيت وبيطلع خطير، خطير، خطير. الكاسرولة عندي لبّانة، أي حاجة يعني أقدر إن أنا أغلي فيها الحليب. كوبايتين لبن، أفضل طبعًا إن هو يكون كامل الدسم، وهاحطه على النار نُص ساعة بس. بُصّوا أول ما بدأ يعمل الفقاعات دي، هاوطّي عليه النار واسيبه بقى نُص ساعة. بُصّوا دي طبقة القشطة المفروض أول ما نقص خالص. هنجيب بقى نفس الكوباية اللي عينا بيها في الأول ونشوف بعد ما اتبخر طلع لنا قد إيه، دول كانوا كوبايتين بُصّوا طلع كوباية بالضبط، يعني في كوباية كاملة اتبخرت. إحنا بنعمل كل ده عشان نعمل أضبط كوباية شاي كرك، حطيت حبهان وينسون نجمي وقرنفل، حمصتهم شوية كده على النار. هاحط معلقة ونص شاي وهاحط كوباية من الحليب المبخر اللي إحنا عملناه. وأرفعه على النار شوية. بصوا أصلا لونه خطير مصفى، لونه خطير بجد. هنحط بقى شوية وردة كده لازم الديكور، بصوا تحفة.